السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، والتطبيقات الفيك وكون التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه مشغل الموسيقى بول صار. التطبيق ده مساحته 4 ميجا ونص، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالاغاني. لو انت عايز تطبيق يكون تقدر ان انت تشغل عليه اغاني وتستمع اليها، وتقدر ان انت تسيفها، او تقدر ان انت يعني مش من غير ما تحملها على الموبايل بتاعك. يعني بمجرد ما بتسيفها على التطبيق او بتسمعها مرة هي خلاص بتتسيف، وتقدر تعمل عليه البومات، ان انت تسيف مثلا اكتر من مجموعة، 5 اغاني 10 اغاني، بحيث ان ده يكون البوم مخصص مثلا ليك ان انت تقعد تسمعه في اي وقت، سواء عندك انترنت او ما عندكش انترنت. فانت بتقدر ان انت تشغل الالبوم ده. فهو تطبيق خاص بالاغاني والموسيقى. بتقدر ان انت تعمل سيرش عن اي اغنية انت عايزها، عن اي مغني، عن اي مؤدي. يعني لو عايز تسمع الاغنية بصوت حد غير المغني اللي غناها، مؤدي غيره، فانت بتقدر ان انت تدور عليها بصوت مغني او مؤدي غيره، وبتقدر تلاقيها بسهولة، وتقدر تعمل الالبوم اللي انت عايزه بسهولة. وهو تطبيق مجاني، وتطبيق مفهوش اعلانات كتيرة زي باقي التطبيقات. مشكلة التطبيق بس ان هو كله باللغة الانجليزية. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.